بقالي فترة يعني بدخل في محتوى بتاع تيك توك، عاوز اعرف الناس دي بتفكر ازاي او بتعمل ايه او شغالين ايه. فظهرت لي البنت دي مسميه نفسها رزونة تقريبا، مستفزة لأبعد الحدود، بتقعد تقول كلام كده غريب مش مفهوم، تعمل حركات غريبة اعتراضا منها انها بتضحك، ولكن في الحقيقة هي ما بتضحكش. هي اولا ما بتضحكش، بحس انها كرنج لأبعد الحدود. يعني الموضوع موضوع غريب. يعني بصوا كده مع بعض كلنا يلا اسمع بصوت عالي وياه حبايب قلبي رزوره وكل حياة رزوره. هي اللي بتقولها رزونة، يعني بحس انها بتخنف عن قصد وهي بتقولها. بصوا كده تاني بصوت عالي وياه حبايب قلبي رزوره وكل حياة رزوره. بصوا بتيجي تقول رزونة رزونة وتقوم عامله مناخيرها كده. بتيجي غريبه المشكله ان الفيديو جاب يا نهار ازرق 402 الف لايك، 7529 كومنت. ده لها متابعين. ماشي، الست دي بقى لها فتره على تيك توك وعلى منصات السوشيال ميديا، انتشرت فجاه كده انها بتعمل لانش بوكس لابنها وهو رايح المدرسه. المفروض ان ابنها في ابتدائي، بس اللي انتم مش فاهمينه ان اللانش بوكس اللي هي بتعمله ده مليون في الميه ما بيروحش بيه المدرسه، ده عشان تطلع ترند. مفيش حد بيروح اللانش بوكس مع المدرسه معاه طبيخ وفطير مشلتت، بطه مشويه وفراخ مشويه، رز وبسله ومحشي. مفيش الكلام ده. هي بتعمل الفيديو ده لزوم التصوير، وده بوكس عادي بتحط فيه الاكل في الثلاجه لما بيرجعوا من الشغل بالسلامه ان شاء الله، يقعدوا ياكلوا ويتغدوا كده. ابنها بياخد معاه سندوتشات عاديه، بياخد مصروف يجيب بيه اكل شيبسي اي حاجه سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت. وعايزه اقول لكم بقى انها حاجه كده منجزه قوي، وكمان مش هكتر على شلتته. قلت بقى كده هحطها له 4/4 كده واروح احطها له في اللانش بوكس. انا لما كنت باخد معايا سندوتش لانشون كان المدرسه بتقف تعظيم سلام ليا. فطيره مشلتته ايه يا حاجه؟ انت عارفه الفطيره مشلتته بكام دلوقتي؟ فين؟ لا طبعا. وكمان بقى عملت له كام بيضايه كده في الزبده البلدي، يعني برضو انا رحت بتاع السوبر ماركت امبارح بقول له 3 بيضات بكام؟ قال لي ب 18 جنيه. قلت له حته جبنه كده من اللي قلبكم يحبها، ده حطت له جبنه قديمه تعب حلو كده من القشطه. قشطه. ده كده رايح يعزم المدرسين طلبه برائد الفصل بالمدير ذات نفسه. ده المدير هيقف تعظيم سلام. عامه الست دي فيديوهاتها كلها هتلاقيها بنفس الطريقه دي، لانها بتحاول تطلع ترند، وهي فعلا طلعت ترند. كانت فتره وهتختفي لان خلاص الحركه اتكشفت. فاهمين ازاي؟ فاكرين يا جدعان علياء قمر اللي اتحبست وسط الهوجه بتاعت حبس التيك توكرز في مصر وكده؟ ابو علياء بقى انتهز الفرصه لما لقى بنته بتكسب من التيك توك وبيطلع لها فلوس والكلام ده، بيطلع بقى ايه؟ بصوا ينكش في اللي انا عامله ده. يطلع بقى ايه؟ ينكش في اي حد بقى، ينكش في ابو كروان مشاكل. كروان مشاكل ده انسان سيء جدا، يعني محدش يتابعه الكلام ده. تابعوني انا وبيطلع يهري في اي كلام، حتى وهو بيصور بيبقى البيت عنده عامل دوشه. يعني بس عاوزك تسمعوا بيقول، يعني هو بيقعد يهري في اي كلام وخلاص. يخرب بيتكم وانت ما طلعتش براء، ده انت لسه على ذمه القضيه. هو انا مش عارف يعني ايه اللي بينها وبين ابوها، بس اللي اعرفه انها كانت زي ما تقولوا بتعصب ابوها، ويمكن في نفس الوقت كانت بتلاقي معامله سيئه جدا جوه البيت. بس ان الاب يبقى شمتان ان بنته طلعت وعاوزه ترجع السجن تاني، دي حاجه في منتهى الغرابه. يعني اكيد في اسرار في قصه حياتهم احنا ما نعرفهاش كمتابعين، مش متابعين، كناس عايشه جوه مصر. ونشدت ودعيت لك وقلت ربنا يفرج كربك يا بنتي. انا راجل خايب، انا راجل تمام. انت عايزاني زي مين؟ عايزاني زي ابو سوزي؟ عايزاني زي ابو كروان مشاكل؟ ويقصد هنا ابو سوزي الاردنيه، لما كانت سوزي الاردنيه اتشهرت زمان قبل ما يتقبض عليها. والله اذا بصوا يا جماعه، الناس دي اذا مظلومه اتمنى ربنا يفك كربها، انما اذا مش مظلومه فاكيد هياخدوا جزاتهم. هو الراجل ده هيبدا، على فكره افتكروا كلامي، الراجل ده هيتشهر على التيك توك قريب وهيطلع لايفات وهيجي له نمور واسود وحاجات كتير. هي بتبدا كده، هم بيصطادوا الغلابه لان الغلابه بتبقى واجهه ليهم ان هم يقدروا يغسلوا الاموال. انا مش هقول اكتر من كده. تقريبا حق علي، ما اسم اول مطعم تاسس في مصر؟ اول مطعم ده طالع لايف والله ده ابوه بجد. متأسس في مصر كان يا جماعة 1900 بس ايربودز ده ما عنديش ايربودز. 2 يعني 1902. كان اسمه يا جماعة، هو بيهري كان اسمه، هو بيهري صح، والله العظيم الباشمهندس. الحاجات الغريبه اللي موجوده على تيك توك. انا ايه ده؟ اللي هي فطيره تحفه ايه؟ جدعان دي مش راضيه تتكسر بالسكينه، ده حطب. وبرضه بيعملوا حاجات عشان يطلعوا ترند برضه، سبحان الله. نعلى بقى بالمنافسه شويه في اللانش، مستويات اللانش بوكس بقى ده عاملين له سي فود، كميه كابوريا وجمبري يا جدعان، يا نهار ازرق. الحاجات دي لو بنطلبها في مطعم تخش لها في 2000 3000 جنيه. سيف عندي بيحب جدا الجمبري، جبنا الجمبري وجبنا الكابوريا الجميله دي، وهعمل له احلى لانش بوكس في الدنيا، بسيط وسهل وسريع. ده بسيط حضرتك. انت عارفه ثمن المكرونه النجريسكو بالسي فود كام؟ وصل 300 جنيه دلوقتي. ده لو خد معاه المدرسه المدرسين هيزرغطوا. ده المدير ده هيعينوه مدير للمدرسه. يكمل بيهم يا جدعان عمرو بيلا والعبط بتاعه، يا نهار. دلوقتي عمرو بيلا ماشي في سكه ان هو بص بيبدا الفيديو بايه؟ ان هو بيدخل المكان بيحط لك هوك كده في اول الفيديو عشان يجبرك تكمل الفيديو اللي اصلا ما حدش بيكمله. فبيقوموا جايبين مثلا
مثلا اطباق او شاشات او اي حاجه يقوم داخل كسرها على طول، واكنه بقى متضايق من المطعم من طعم الاكل وما اعرفش ايه. فانت اذا كملت الفيديو هتلاقيه بياكل عادي، بيشكر في المطعم في الاخر ويقول لك العنوان بتاعه والاسعار. بس ركزوا كده. بعد اذنك وانت بتصور ليه؟ طب ليه يا استاذ عمرو حساب ليه بس؟ انا عايز حساب اللي انا اكلته. لحد حضرتك ما قلتش على الاكل اللي هو دي الشاشه بتاعت الكاشير ودي الشاشه يعني بص دي الشاشه الحقيقيه، دي الشاشه اللي هم جايبينها اكيد بايظه عشان يكسروها. حلو ولا اي حاجه؟ يا عم انا عليك انت، انا عاوز حسابي اللي انا حاجه اللي خلاص انا حتى يعني شوف اللي حضرتك عاوزه وانا تحت امرك يعني. ايه اللي انا عاوزه يا عم؟ انت هتشرشيني ولا ايه؟ هشيك ليه بقى؟ يا عم انا عاوز حسابي. طب حضرتك بتتكلم ليه كده يا عم هو كده يا عم. بص يا جدعان هي دي بقى كده، كل فيديوهاته بقت بالطريقه، كل فيديوهاته بقت بالطريقه ايه، بس يخش يكسر الحاجه يقوم بادئ الفيديو بعدها على طول. لا 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 الله في ايه يا عم؟ بالله حضر بالله جه بالله. بس تقعد تتفرج بقى على الفيديو عادي، ولا في حاجه خناقه ولا تزعيق ولا اي حاجه خالص. قمر ونرجع شري ولا مش عارف محل ايه. اديني حاجه معفنه، انا عايز حاجه عمرو بالله وجبنا كمان ولانشون كمان. والله العظيم انا مش عارف هي الناس دي بجد لما بيعملوا الحاجات دي ازاي بيقدروا يمشوا في الشارع بعدها بجد والله، يعني ما بيبقوش محرجين مكسوفين من اللي هم بيعملوه. الموضوع غريب. وانا كلت القيصر كله. القيصر ده اليوتيوبر ولا انت كلته؟ انا عارف ان القيصر ده يوتيوبر، بس انت كلته امتى؟ اقصد العيش قيصر. سوري لا شوف حاطط لك صورته ورا علم فلسطين، يعني عاوز انه لسه خارج من السجن بقى وهدعم فلسطين وما اعرفش ايه. كلت القيصر. تجاره يعني استغفر الله العظيم بيحاول يتاجر بالموضوع. القيصر. بس عامه وده نهايه الفيديو. في اخر مستجدات السوشيال ميديا عندنا هنا في مصر، مش عارف السوشيال ميديا في مصر واخدانا ورايحه فين الفتره الجايه، ولكن عامه اذا عجب الفيديو فدي قناه اليوتيوب بتاعتي اللي بنزل على محتوى الرياكت ان شاء الله. هيفضل محتوى رياكت كده وفلوجات اكل وحاجات بسيطه وخفيفه كده بس. فاتمنى انك تعمل لايك فولو واشتراك، واسيب لك اللينك التيك توك قناه الجيمنج برضو في الوصف والبين كومنت. انا ميدو لايف 93، اشوفكم فيديو تاني قريب ومع السلامه.